ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض مقرمشات المكرونة، سهلة وسريعة وبسيطة واقتصادية، حاجة طعم خيال. جربوها وهتعجبكم قوي بأمر الرحمن زي ما عجبتني أنا وولادي. إن شاء الله هنعملها النهاردة بمقادير اقتصادية وبسيطة وسهلة وسريعة من غير أي أطعم خارجية، يعني من الآخر صحية. بينا نبدأ على بركة الله ونصلي على سيدنا النبي كتير ونشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده يا جماعة مش هنرتبط بشكل مكرونة معين. لو عندك اي نوع او اي شكل مكرونة انت حابة تستخدميه وتشوفي الشكل بتاعه، تمام جدا جدا، ما ترتبطيش بشكل معين للمكرونة ده كده مبدئيا. يعني نقول بسم الله كده. معايا هنا كوباية من المكرونة، كوباية من الشعرية، نص كيس مكرونة اسباجيتي. نيجي هنا معانا ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية زيت. كده المقادير لحد هنا كده تمام جدا. نخش بقى على البهارات والتوابل. معانا 3 معالق كبار من البابريكا، 2 مكعب مرقة دجاج، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة كبيرة توم بودرة، معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الشطة، ودي حسب الرغبة. بس كده هي دي كل المقادير بتاعتنا. زي ما قلت تاني، المكرونة أي شكل مكرونة متوفر عندك. نقول بسم الله ونجيب حلة كبيرة معانا كده ونحط فيها لتر من المية، وهنزل في المية بكل البهارات والتوابل ومكعب الدجاج اللي معانا. وعلى البارد كده هقلب كل المكونات دي كلها علشان البابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة ما يكلكعوش، وكمان الكركم لازم ادوبهم كده على البارد الاول. وطبعا حطينا الزيت. الزيت هنا فايدته ايه يا جماعة؟ انه بيخلي المكرونة ما تلزقش. هدوب كده بالشكل ده زي ما قلت لكم. شوفوا البابريكا بدأت تتكتل، فعشان كده لازم ندوب كل الحاجات دي على البارد الاول، وبعد كده نقيد عليها. بمجرد ما بدأت تغلي كده هنقول بسم الله وهنزل بالمكرونة. انا عايزة المكرونة بتاعتي تستوي لكن ما تعجنش، يعني هقلب فيها من الوقت للتاني كده. اول ما بتستوي على طول بشيلها فورا وبصفيها تماما. واللي هعمله مع المكرونة هو اللي هعمله مع كل انواع المكرونات التانية، سواء سباجيتي او اي نوع مكرونه او اي شكل مكرونه. وكمان الشعريه هنحطهم زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. وهقلب من وقت للتاني لحد ما تستوي، ولكن ما تعجنش، تكون مستويه كده وكل واحده محتفظه بنفسها، مش ما نفشتش ولا باظت خلاص. فتاخدوا بالكم من الحركه دي. خلاص كده المكرونه بتاعتي استوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. هصفيها كويس جدا جدا، وعلى جنب كده هحطها في المصفى عشان تنزل كل نقطة مية موجودة فيها. انا مش عايزة فيها ولا نقطة مية. هخلص كل الكمية بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها اهي في المصفى. وبعد ما هتصفي خالص كل المية اللي فيها هفردها على صينية بالشكل ده. احافظ ان وانا بفردها كل مكرونة تبقى لوحدها بعيدة عن التانية، عشان اديها فرصة ان هي تنشف تماما. انا مش هستخدمها ابدا الا لما تكون ناشفة خالص، عشان كده تفرديها في حاجة واسعة وبعد كده تنشفيها كويس جدا. وهقولك ازاي هنشفها دلوقتي. هفردها كده بالشكل دون. انا هنا عاملة كوباية، انتي على فكرة لو كترتي هتحطيهم في برطمانات وتحتفظي بيهم عادي. نرجع نعمل الشعرية زي ما عملنا بالظبط مع المكرونة. هنحط الشعرية في الشوربة المبهرة بتاعتنا دي، ونفس التقليبة بتاعة المكرونة. اقلب كده بالمصفى كويس قوي لحد ما تستوي. انا ما بغيبش عنها يا جماعة عشان ما تعجنش. اول ما هتستوي كده هشيلها نفس الكلام وهصفيها، وبعد ما تتصفى تماما هفردها في صينية بنفس اللي عملته مع المكرونة. ما شاء الله، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. انا بقيت اكل منهم وانا واقفه، بتحس انك بتاكلي اندومي، بس اندومي على نظافه. نركن الشعريه ونرجع نعمل مع المكرونه الاسباجيتي نفس اللي عملناه بالظبط مع المكرونه العاديه والشعريه. ويا ريت هنا تكسري المكرونه بتاعتك على 3. بعد ما استوت بصفيها برضو كويس جدا جدا، وببدأ افردها كده في صينية. هنا الكمية دي كانت كبيرة شوية على الصينية بتاعتي فهفردها على صينيتين. المهم ان انتي تقولي للمكرونة كده في التباعد حياة، يعني حاولي كده عشان تصحصحيها وتحييها من اول وجديد. هتفرديها كويس جدا 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 بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بعد كده خلصنا بقى كده مع بعض. ادي المكرونة وكمان الشعرية والاسباجيتي.
هنسيبهم لمدة 3 ايام في مكان يكون هاوي، وتغطيهم بشاشة كده نظيفة عشان تحافظي عليهم من اي تراب او اي حشرة لا قدر الله يعني ماشية في الجو. يا اما تشغلي عليهم المروحة وتشدديها كده، هتلاقيهم نشفوا معاكي بالشكل ده. بصوا بقى انا هنا بحاول كده اي حتتين مكرونه لازقين في بعض او كذا بفتحهم خالص خالص علشان ينشفوا. وتعالوا دلوقتي كده بعد ما عدى عليهم وقت كافي ونشفوا اسمعكم الصوت بتاع الخرفشه بتاعتهم. لازم تكون ناشفه خالص كده كانك لسه مطلعاها من الكيس، وزي ما سمعتي صوت القرمشه وبتطقطق وبتتكسر بسهوله جدا جدا. انا عشان عامله كميه كبيره فهحتفظ بشويه منهم في برطمان يكون ناشف تماما ويكون نظيف. وقت ما احب اعمل مقرمشات او تسالي هطلعه فورا واسخن الزيت واشتغل بيه فورا. ادي كمان صوت المكرونه، الصوت ده كانك بالظبط لسه مطلعاها من الكيس. ده سر نجاح التسالي بتاعتك او المقرمشات بتاعتك. والشعريه كمان معانا، وادي الصوت بتاعها اهو. كده كله تمام وكل حاجه جاهزه. في طاسه سخنه بقى على النار هنزل بكميه زيت وفيره، لازم يكون كميه زيت غزيره علشان تقدري وتكون في حاجه غويطه عشان ما تفرش منك وتبهدلك الدنيا. هحط مصفى كده وهختبر كده بالمكرونيه، لقيته بدأ يسخن. هقول بسم الله وهنزل بالمكرونه بتاعتنا. وخدوا بالكم ما بتاخدش 30 ثانيه، يعني 30 ثانيه بالظبط وبتكون طالعه معاكي زي ما انت شايفه. انا هنا ولا سرعت ولا قدمت ولا عملت اي حاجه، زي ما انتم شايفين بمجرد ما حطيت المكرونه نفشت وعليت وطلعت معايا قبت كده بالبلدي على وش الزيت. خلاص كده جهزت معانا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه. طعمها حلو قوي قوي قوي. مش هتحتاجي تحطي عليها اطعم ولا اي حاجه من بره، هي واخده كل النكهات بتاعتها في الميه اللي احنا سلقناها فيها. فتاخدوا بالكم من تكات والمراحل دي. سر نجاح التسالي بتاعتك دي ان هي تنشف كويس، ان هي تكون استوت كويس ومش معجنه وتنشف كويس كمان. وخدوا بالكم ان هي ما بتاخدش وقت. بصوا بمجرد ما بتلط الزيت بتعلى معايا. فالكميه اللي هتعمليها وانت بتقلي تقلي في مصفى، ما تقليش في الطاسه بتاعه الزيت كده. بصوا الشعريه اول ما نزلت لطت الزيت شمت ريحته بس قبت معايا على طول. الشعريه والسباكيتي هيتعبوكي قوي لو قليتيهم كده في الزيت، هتفضلي تلمي بقى ورايحه وجايه. فالاسرع والاسهل ليكي انك تحطي مصفى زي ما انا حاطه كده في الزيت وتحطي فيها الحاجه اللي انت هتقليها. احنا كده النهارده عملنا مع بعض مقرمشات الشعريه والسباجيتي والمكرونه. ان شاء الله مره تانية نبقى نعمل مقرمشات بالرز بنوعين الرز، سواء بقى مصري او البسمتي. بصوا بقى الغلطه اللي وقعت فيها هنا وما حبيتش اداريها، ان انا حطيت كميه كبيره من المكرونه الاسباجيتي في دماغي ان هي زي الشعريه بقى والمكرونه العاديه التانية هتنفش على طول. ولكن هنا المكرونه عشان طويله اتعرجت، ففي حته ما اخدتش حقها في الزيت، فعشان كده اضطريت ان انا اشيل وارجع احط تاني اللي ما استواش، لان لو سبتها اكتر من كده هتتحرق. فعملت ايه بقى في الدور التاني، هتشوفوا انا عملت ايه واتعلمت من الغلطه دي واتقرصت. بصوا بقى هشيل بلاست الزيت وانضف اللي فيه ده بالراحه كده، وبدات افرد شويه بشويه حاجه بسيطه خالص لانها بتنفش وبتاخد حيز ومساحه. فعشان كده ما حبيتش اكتر. كده كده الموضوع اول عن اخر مش هياخد معاكي دقيقتين. لو عملتي حتى كميه كبيره هتقليها بسرعه رهيبه. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، فظيع الطعم جنان. الشتاء داخل محتاج تسالي، هتعمليها في البيت على نظافه في منتهى الاقتصاديه والبساطه. تلمي ولادك حواليكي وتاكلوا حاجه انت ضمناها وعاملاها بايدك وطعمها حلو. اهم حاجه ان طعمها حلو وهيعجبهم جدا جدا جدا. اعملي كميه كبيره وخزنيها في برطمانات، وقت ما تحبي تطلعي وتعملي بس تقدميها بقى بشكل كويس عشان اولادك يعجبهم الاكل ويحبوه. كده كده هيحبوه انا متاكده. انا عارفه انا بقولك ايه، انا جربتها وفعلا رائعه. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه وعجبكم الفيديو لايك واشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان اي حاجه بنعملها ان شاء الله توصلكم. طبعا دعوه حلوه لينا بظهر الغيب ولكم بالمثل ان شاء الله. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا جدا. كنت معاكم سندس سعيد من قناتي على اليوتيوب، قناه سندس سعيد بالعربي وكمان بالانجليزي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.